دي مكرونه مبكبكه بس مش باللحمه ولا بالفراخ، بس صدقوني من كتر ما كان طعمها حلو انتوا مش هتحتاجوا معاها ولا لحمه ولا فراخ. الفكره بقى ان هي ما بتاخدش اي وقت خالص، يا دوبك كده 10 دقايق ربع ساعه وبتكون خلصت. فتعالوا اقول لكم ازاي عملتها بطريقه سهله جدا وسريعه. في حله احط فيها شويه زيت وهننزل عليها بصلايه مبشوره، وعلى نار متوسطه هنبدا نقلب في البصله كده لحد ما تبدا ريحتها تطلع وتبدا تصفر شويه. هننزل لها بقى معلقه صغيره من الثوم المفروم وفلفل حامي كده متقطع لو تحبوا. والتريك هنا بقى ان احنا نحط المكرونه نيه على البصل والثوم كده تتشوح معاهم، ده هيديها تيست احسن. وانا عاده بستخدم المكرونه المرمريه اللي هي الصغيره دي، بتبقى احسن مكرونه في المبكبكه. والتوابل مش كتير، حطيت لها بس معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر والكركم. واهم حاجه بقى وهي مرقه اللحمه من شيفي ميكس اللي هتدي لها طعم اللحمه الاكسترا ده، مش هتكون بس مجرد طماطم وميه. حطيت باكت واحد وقلبته كده مع المكرونه. زودت بقى 3 معالق كبار من صلصه الطماطم اللي هي بتكون مركزه، وعليها كمان حوالي 4 كوبايات من الطماطم الفريش المعصوره، واهم حاجه نكون مصفينها من الجلد والبذر وكده. وكمان حطيت 4 كوبايات من الميه السخنه المغليه على نار متوسطه بقى مايله للهاديه كده. هنبدا نغطي ونسيبها تستوي براحتها، بس كل فتره كده نفتح عليها ونقلبها عشان ما تلزقش مع بعض يعني تحت. وكمان ممكن تلاقوها محتاجه ميه مثلا فتزودوها. وبس كده يعني كده خلاص خلصنا. بجد كان طعمها تحفه، لازم تجربوها.